السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو جديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل الحبكة، ماشي اللي حنا تعودنا ان احنا نخدموها في يعني بالكروشي. هذه الحبكة اللي تعودنا ان احنا نخدموها بالراندا، يعني كنا تنخدموها بالراندا والان غادي نشوفوا كيفاش الطريقة ديالها باش نقدروا نخدموها بالكروشي. المهم انا هنا غادي نوريكم يعني طريقتي الخاصة فيها، ومن بعد نتوما تقدروا انكم تضيفوا عليها واحد الاضافة اللي بغات بطبيعة الحال. مهم تابعوا معايا الفيديو باش نشوفوا الطريقة كيفاش غتكون. اول حاجه تثبتي الخيط ديالك فوق الثوب وترتفعي بسلسله واحده فقط، وترجعي ديري غرزه حشو فوق الثوب. لاحظوا معايا مزيان، هنا خاصكم تنتبهوا معايا لغرز الحشو. غتعاودي تدخلي الكروشي اسفل هذيك واحد سلسله اللي حنا خدمناها في البدايه ديال الخدمه، يعني في الوسط ديال هذيك الخدمه كتعاودي انك تدخلي الكروشي وديري غرزه حشو. هنا واحد ملاحظة بسيطة جدا، كديري سلسلة، ولكن اللي بغات ما ديرش هاد السلسلة ما ديرهاش، تخدم عادي يعني غرزة حشو وتخدم غرزة حشو. المهم بالنسبة كما قلت لكم لهذيك السلسلة، اللي بغات ديرها ديرها واللي بغات ما ديرهاش ما ديرهاش. المهم نتوما جربوهم بجوج وشوفوا شنو يعني اين وحده فيهم اللي غادا تعجبكم. فلاحظوا معايا انا هنا ارتفعت بسلسله وكنعاود نرجع للثوب وندير غرزه حشو فوق الثوب. اللي زوين في هذه الحبكه هذه انكم ممكن تستعملوها كاساس لبزاف بزاف بزاف الانواع ديال الدرس. يعني عوض فاش انك تخدمي الدرس مباشره فوق الثوب، تقدري انك تخدمي هاد القاعده هذه ومن بعد ديري فوق منها الدرس. هادشي بطبيعه الحال كنطبقوه بزاف في الخدمه في الراندا. كنديروا دائما ماشي ديما بطبيعه الحال، المهم مره كنديروا القاعده الاولى ولا الاساس هي الحبكه. بطبيعه الحال تقدري تضوبلي الحبكه على شحال ما بغيتي، اما مثلا ديري سطر واحد او جوج ديال سطوره او ثلاثه ولا أربعة ولا خمسة، يعني ديري اللي عجبك على حساب نتي الخدمة اللي عندك والطريقة اللي بغيتي. إلا كان الدرس يعني الحجم ديالو صغير فمن الأفضل أنك تذوبلي هاد الحبكة هادي. أما إلا كان الدرس ديالك الحجم ديالو كبير فمن الأفضل أنك ديري غير دور واحد ولا سطر واحد ديال هاد الحبكة هادي. فعادة حنا يعني فاش بدينا تنتعلموا الكروشي كنا تنستعملوا الحبكه العاديه اللي كنديروا فيها غرزه حشو حداها غرزه حشو، يعني كتبقاي غاده فوق الثوب كامل كديري غرز الحشو قراب لبعضياتهم. اما الان فهذه طريقه جديده وزوينه بطبيعه الحال. تقدري انك تخدمي بها الدرس ديالك وكتعطي واحد المنيدر زوين. سوا استعملتي دور واحد سوا استعملتي بزاف ديال الادوار. المهم في هذا الفيديو هذا انا غادي نوريكم غير الطريقه ديال الحبكه، اما في الفيديو القادم ان شاء الله فغادي نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش غنقدروا نخدموا واحد النوع ديال الدرس فوق من هذيك الحبكه. المهم هذاك الدرس هو غير كمثال فقط، يعني تقدري انك تطبقي اي درس عجبك، يعني اي درس بان لك مناسب فديريه فوق من هذيك الحبكه، اكيد غتعطيه واحد المنظر زوين واحد منظر رائع. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا دائما تندير سلسله واحده فقط وترجع للثوب وندير غرزه حشو فوق الثوب. هنا راه عادي، يعني هاد الخدمه هذه راها ساهله بزاف وبسيطه. وكتعاودي ترجعي تدخلي الكروشي اسفل هذيك الواحد سلسله وديري غرزه حشو بطبيعه الحال زائد واحد سلسله، وتعاودي ترجعي تخدمي فوق الثوب واحد سلسله. المهم غادي نكملوا بطبيعه الحال بنفس الطريقه حتى توصلوا للحجم اللي بغيتو، ومن بعد غنوريكم كيفاش تقدروا تنتقلوا وديروا الدور الثاني.
مرحبا بكم من جديد، والآن غادي نكملوا الخدمة ديالنا مع بعضياتنا. من بعد ما كملت الدور الأول، الآن كيفاش غنبدا الدور الثاني. أول حاجة تنديرها هي غرزة حشو عادي أسفل هذيك الواحد سلسلة، وترتفع بطبيعة الحال بواحد سلسلة. لاحظوا معايا مزيان، ونقلب الخدمة يعني ندورها الظهر ديالها، وغادي نرتفع مرة أخرى بواحد سلسلة. هنا أنا بدلت الخلفية يعني قلت واقيلا داك اللون ما تيبانش مزيان، المهم بدلت الخلفية باش يبان يعني داكشي واضح. المهم ما علينا. من بعد ما ارتفعت ب2 سلسلة كترجعي ديري غرزة حشو في هذيك الدور الأول اللي كنا خدمناه، وترجعي بطبيعة الحال أسفل الواحد سلسلة اللي خدمناها، وديري كذلك غرزة حشو واحد سلسلة، وهنا تكملي الخدمة عادي جدا. عوض هذيك الضربة اللي كنا كنديروها فوق الثوب، ما كتبقايش تخدمي فوق الثوب، وكتولي تخدمي في هاد أسفل واحد سلسلة اللي كنا خدمناها في الدور السابق. يعني كيف ما كتلاحظي معايا الآن، غرزة حشو أسفل الواحد سلسلة ديال الدور السابق، والآن واحد غرزة حشو أسفل الواحد سلسلة اللي خدمناها دابا. المهم كنتمنى أن التصوير يكون واضح، وأي تساؤل فكتبوه لي في التعاليق، مرحبا به. المهم نكملوا الخدمة. هنا واحد غرزة حشو، وغادي نعاودو نرجعو نديرو واحد الغرزة حشو أخرى، ولكن أسفل الواحد سلسلة اللي يلا خدمناها، زائد واحد سلسلة، ونرجعو أسفل هنا هاد الدور الأول، ونديرو فيه واحد غرزة حشو. وبطبيعة الحال غنرجع ندخل الكروشي أسفل الواحد سلسلة، ونجر الخيط بهاد الطريقة هادي، ونعاود نجر الخيط المرة الثانية باش تعطيني غرزة حشو، والآن واحد سلسلة. وكالعادة نكملوا الخدمة مع بعضياتنا حتى تكملوا، يعني اللي بغات دير جوج ديال الأدوار، اللي بغات دير 3، اللي بغات دير 4. المهم هادشي كامل غتشوفوه معايا إن شاء الله في الجزء الثاني اللي غادي نكملوا فيه هاد الخدمة، ونشوفوا الدرس اللي غادي نخدموه فوق من هاد العمل هذا. المهم كما قلت لكم انا غادي نقترح عليكم واحد الدرس، وان شاء الله نحاولوا ان احنا نخدموا بزاف ديال الخدمات اللي نستعملوا فيهم هاد الحبكه هذه ولا هاد الطريقه هذه. المهم انا غنحاول ان يعني اي حاجه بانت ليا جديده بطبيعه الحال ومناسبه ان احنا نخدموها مع بعضياتنا ونتعلموها مع بعضياتنا، ودائما اي حاجه تعلمناها نتشاركوها. المهم هنا غادي تكملوا الخدمه ديالكم عادي جدا. واحد غرزه حشو مع واحد سلسله. كما قلت لكم هاد واحد سلسله اللي بغات تجنبها يعني ما ديرهاش، بلاش يعني اللي بغات ما ديرهاش ما ديرهاش. غير هو شنو هو الفرق اللي غادي يكون ما بين الا درتي واحد سلسله والا ما درتيهاش. هنا ملي تديري واحد سلسلة، أول حاجة الحبكات اللي كيجيو فوق من الثوب كيجيو بعاد على بعضياتهم. تاني حاجة كتجيك هذاك بحال هذاك المربع اللي كيعطينا هنا. هنا كيبان المسافة كبيرة، يعني كيبانوا هذوك المربعات كبار. فاش تخدمي وحدة على وحدة ما غيجيوش كبار، غيجيو صغيورين وحدا بعضياتهم. المهم نتوما جربوهم بجوج وشوفوا شنو اللي بان لكم مزيان، واش ديروا واحد سلسلة ولا ما ديروهاش. اختيار غادي يبقى ليكم نتوما بطبيعة الحال. المهم اللي عجبها الفيديو ما تبخلش علينا بالضغط على زر الاعجاب كدعم للقناة، وتشاركوا الفيديو مع بعضياتكم باش كل شيء يستافد وكل شيء يتعلم.